سورة البقرة من أكثر الصور اللي كيقولوا الناس ما كيفهموهاش. كانوا كيقولوا المستشرقين أنها 286 آية، أي 40 صفحة، وهي أطول سورة في القرآن. ولكن في هذه السورة أنت ما عارفش كيفاش دخلتي وكيفاش خرجتي وشنو استفدتي منها. كل شوية موضوع كيتبدل، لدرجة أن بعض علماء التفسير قالوا بأن سورة البقرة ما كاينش ترابط بينها وبالآية ديالها، فهي سورة كلها أحكام. وجا واحد الفريق آخر من العلماء ردوا على المستشرقين باللي ما كاينش كلمة في القرآن لا توجد فيها حكمة، كل كلمة عندها حكمة ومرتبطها مع غيرها، لأن هذا الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. إجابة ديال السؤال الأول، السبب علاش الاسم ديالها سورة البقرة، بكل بساطة باللي كان واحد من بني إسرائيل قتل واحد الشخص وما كانوش عارفين شكون اللي قتل. مشاو عند سيدنا موسى بصفته نبي وعارفينه أنه متصل مع الله سبحانه وتعالى، وسولوه شكون اللي قتل. أن الله سبحانه وتعالى رد على سيدنا موسى بأمر ذبح البقرة الصفراء. هنا قالوا بكل استهزاء، حنا كنسولك شكون اللي قتل الرجل وانت كتقول لنا يذبحوا البقرة الصفراء. وهنا بداو كيتماطلوا بني إسرائيل كيف العادة، ومن موراها ذبحوا البقرة كيف ما كتعرفوا القصة. من بعدها أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يضربوا الشخص المقتول بعظام البقرة الصفراء المذبوحة. ومن اللي عملوا اللي قال الله سبحانه وتعالى فاق الشخص من الموت وقال لهم شكون اللي قتل. فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويوريكم آياته. القصة كاملة عبارة على معجزة كتبين القدرة ديال الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. أما الإجابة ديال السؤال الثاني، غادي نحاولوا أننا نربطوا الآيات مع بعضها باختصار. سورة البقرة جزئين، الجزء الأول عبارة على 3 ديال القصص، 3 ديال الخلفاء في الأرض. الخليفة الأول هو سيدنا آدم، إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى كلفه تكليف وكانت النتيجة 50% لأنه عصى ثم أطاع. الخليفة الثاني بني إسرائيل، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليف، كانت النتيجة 0%، ما خلوش معصية في حق الله سبحانه وتعالى وما عملوهاش. والخليفة الثالث سيدنا إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما، كانت النتيجة دياله 100%، وأطاع الله سبحانه وتعالى تمام الطاعة. أما الجزء الثاني من سورة البقرة كله أحكام الصيام والقصص والأسرة وتحريم الربا والأحكام الدين والإنفاق. الله سبحانه وتعالى قبل ما يقولنا الأحكام باغي يقولنا أنتم شكون غادي تكونوا من هاد 3 ديال الخلفاء الذين أخلفتهم في الأرض. واش غادي تكونوا فحال آدم غادي تطيعوا وتعصيوا، أو فحال بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، أم تكونوا مثل إبراهيم عليه السلام نطيعه تمام الطاعة. لهذا السبب الجزء الأول كانوا فيه 3 ديال القصص ديال الخلفاء، والجزء الثاني الأحكام والتشريعات. وفي آخر السورة قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من نزلت هذه الآية مشاو الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا عنده، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فصبرنا وامتثلنا، واحد الحاجة قدرنا لها ولكن هذا التكلف ما غاديش نقدروا عليه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كبني إسرائيل مع موسى، قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ومن اللي قالوها بقاو كيعاودوها. وهنا مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونزلت هذه الآية تخفيف من الله عز وجل عليهم بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وختام السورة كان دعاء ديال الصحابة الله سبحانه وتعالى بقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بمعنى أنه يا رب ما تعاملناش فحال آدم إذا عملنا فحاله ونسينا التكليف أو أخطأنا وطردنا الجنة ديالك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني يا ربي ما تعاملناش بحال بني إسرائيل. والإصر هو شيء ثقيل على النفس، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ونزلت السورة بقوله تعالى على لسان المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة قريش إلى عرفتي التفسير ديالها غادي تخاف من الله سبحانه وتعالى. سورة قصيرة متكونة من 4 ديال الآيات لإيلاف قريش. أول آية من سورة قريش كتناقش واحد المشكل وهو لإيلاف النعمة، وحتى أنا أول مرة كنسمع العذاب من إيلاف النعم. كان أهل قريش متعودين على الفقر والجوع والحياة البدائية البسيطة، لدرجة أنهم شي واحد فيهم كان كيوصل بشدة الفقر كياخد الأهل ديال البيت ديالو لواحد البلاصة الاسم ديالها الخباء، كيبقاو فيه حتى كيموتوا من الجوع كاملين. وهاد العادة في الجاهلية كان اسمها الاعتفار. مزيان. وكانت كاين واحد العائلة كبيرة الاسم ديالها بني مخزوم، كانوا كاملين غادي يموتوا بالجوع. وملي وصل الخبر ديالهم لهاشم بن عبد المناف كان من كبار ديال التجار، تعصب باللي كاين هاد الجهل وهاد الفقر في بيت أهل الحرم. جاء هاشم بن عبد المناف وغير هاد العادة وقال لهم انتم عملتوا واحد العادة كتدلوا بها العرب وأنتم أهل بيت الله،
والناس غادي تتبعكم الا بقيتوا هكذا. هنا قسم القبيله العشائر، امر كل غني فيهم انه يقسم فلوسه مع الفقراء من العشيره ديالو، حتى رجع الفقير بحال الغني، وعلمهم التجاره، وعلمهم جوج ديال الرحلات في العام، رحله للشام ورحله لليمن. مزيان. في الشام علمهم تجاره الفواكه في الصيف، وفي اليمن علمهم تجاره المحصولات الزراعيه في الشتاء، كيف ما قال الله سبحانه وتعالى: رحله الشتاء والصيف. احتاج خير الشام وخير اليمن لمكه، واصبحوا سكان مكه باحسن حال، وتسالت العاده ديال الاعتفار. بداو اهل قريش كيكفروا ما كيشكروش النعمه ديال الله سبحانه وتعالى. كفران النعم، انت الفها فلا تراها نعمه. ملي الفت قريش النعم اللي نزل الله سبحانه وتعالى عليهم، نزل الامر الهي باش يعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. نعمه ديال الله سبحانه وتعالى لا تحصى. ديما شكر الله سبحانه وتعالى وفرح بالنعمه ديالو وشكره حتى ولات كثرت عليك، لانه اذا كانت الحاجه عليك مداومه هذيك بيدها نعمه، والا في النعمه وعدم شكرها ظلم. ديما خاص تكون كلمه ديال الحمد لله في اللسان ديالك كل وقت، قولها من قلبك: الحمد لله. سورة الكوثر، شنو السبب باش نزلت وعلاش اصلا نزلت؟ كان العاص بن وائل واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلموا، ملي مشى قالوا للناس: مع من كنت واقف؟ هنا قال: مع الابصر. كانت العرب كتسمي اللي ما عندوش الاولاد الذكور كيتسمى الابصر. كان عبد الله ولد ديال النبي صلى الله عليه وسلم عدمت ماشي بزاف، ملي سمع النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال رجع حزين وهز في خاطره. من الله سبحانه وتعالى نزل: إنا أعطيناك الكوثر، يعني يا محمد أعطيناك نهرا في الجنة، حفتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، كما قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر. اللي عصبك وحزنك هو الأبصر، صلى الله عليه وسلم. غادي نمشيو اليوم لواحد الجولة بالزربة في سورة يوسف. أنا يوسف وهذا أخي. ما قالش أنا عزيز مصر، بالعكس قال اسمه عادي بلا حتى صفة. أنا تعرف لي نفسه عالية ما كيشوفش المناصب أو المقام العالي. تكرر القميص في قصة يوسف 3 ديال المرات، كان سبب ديال الحزن وديال البراءة وبشرى للفرح. يعني الحاجة اللي تقدر تحزنك اليوم تقدر تفرحك غدا. الأب ديالهم اللي قالوا له خوتو ديال يوسف: خليه يمشي معنا غدا باش يرعى ويلعب، قال لهم: أنا كنخاف أنه يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. ملي سمعوا خوتو الكلمة ديال الذئب ناجتهم الفكرة واستخدموها حيلة، أن الذئب هو اللي قتلوه. المعنى هو ما تبينش نقطة ديال الضعف ديالك باش ما يستخدمها حتى شي واحد ضدك. يوسف عليه السلام تحرشت به امرأة العزيز، قال: هي راودتني عن نفسي. اللي بارئ اللغة ديالو كتكون هادئة بلا ما يحلف أو يرفع صوته باش يقنعك. ملي عرفوا خوتو أنه هو يوسف وعزيز مصر، جاب الوالدين ديالو قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. جبد يوسف السجن وما جبدش البئر اللي سيبوه في خوتو باش ما يحرش خوتو. الله. خلاصة: اللي حسدوه ألقوه في الجب، واللي سمسروا فيه باعوه بثمن بخس، والعاشقون ألقوه في السجن، والعقلاء ردوه وزير، أصحاب المصالح خبطوا ليه وعليه. وملي فسر الحلم اللي حلم العزيز مصر وحيت محتاج ليه هزوه فوق العرش. يعني ماشي القصر علامة ديال الحب، وماشي السجن علامة ديال الكره، ولا الملك علامة ديال الرضا. الأمر كامل وكذلك يجتبيك ربك. طريق كاملة انت في العناية ديال الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. أي حاجة وقعت غادي تكون خير وقل الحمد لله. كيقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء كاين في القرآن سبحان الله. سورة العاديات ما كنتش كنفهم المعنى ديالها، ومن اللي عرفت لقيت ما نقول من غير سبحان الله. والعاديات هي الخيل اللي كيركبوا عليها الفرسان في الحروب، وضبحها هو الصوت ديال النفس ديال الخيل ملي كتجري في الطريق أو في المعركة بكل قوة. فالموريات قدحا، ملي الخيل كتضرب بالحوافر ديالها فوق الأرض والحجر. فالمغيرات صبحا، الخيل التي تغير على العدو وبالضبط في الصباح. فأثرنا به نقعا، ونقعا هي الغبرة اللي كتطلع من الخيل في وسط المعركة. هادشي كامل كديروا الخيل، ولكن مراهق الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي الإنسان كينسى النعمة ديال الله. بس السؤال ديالك: شمن علاقة بين الخيل والإنسان؟ وشنو الحكمة؟ وعلاش الله سبحانه وتعالى قسم بالخيل؟ وعلاش جبد الوقت اللي كتهاجم فيه الخيل للعدو، وجبد النفس ديالها والغبار اللي كتسبو في المعركة؟ الخيل كتعمل هادشي بكل قوة، كتنافس في نفسها باش ترضي سيدها، وهي في الأصل ما عارفة والو، كتعمل اللي كيبغي هو، لأنه كيوكلها وكيرعاها وكيهتم بها، كترد له الجميل. لهادشي الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها نكران ديال الإنسان مع الله: إن الإنسان لربه لكنود. وهذا هو الفرق بين الإنسان والخيل في التعامل ديال كل واحد فيهم مع سيده. الخيل سيدها هو الإنسان، والإنسان سيده هو الله. الخيل كترد الجميل إلى غير تعامل معها الإنسان وكلها واهتم بها، أما الإنسان ما كيردش الجميل مع الله. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سورة قصيرة
ولكن فيها بزاف ديال المعاني اللي كتحرك القلب. وما تنساش، بينك وبين المعلومة مسافة.